مساء الخير. من اكتر الاسئله اللي بتجيلي الناس اللي عايزه تعمل كارير شيفت على اداره المشروعات. مثلا واحد شغال مثلا في التصميمات، شغال مهندس تركيبات وات ايفر يعني. المهم وعايز يعمل كارير شيفت، عايز يبقى مدير مشروع. انا مش فاهم قوي هو ايه الجاذبيه ان في البوزيشن بتاع مدير مشروع. يعني انا بتاع مشروعات طول عمري، يعني بتاع تنفيذ. بس انا شايف ان الموضوع مش جذاب للدرجه قوي ان انت تسيب الحته التكنيكال بتاعتك القويه، تمام، وتروح اداره المشروعات. ممكن انت تكون شخصيا راجل بيرفكت جدا في البوزيشن بتاعك في التصميمات وات ايفر، بس لو رحت اداره المشروعات ممكن الموضوع ما يمشيش معاك كويس. الجزء التكنيكال هيفيدك جدا في اداره المشروعات، بس اللي هيفيدك اكتر هي طريقتك في اداره المشروع، الكوميونيكيشن، السوفت سكيلز، المهارات بتاعتك، مهارات التواصل، التفاوض، ترتيب وقتك والتايم مانجمنت، وكل الحاجات دي هتفيدك اكتر يعني. فانت لو ما عندكش السنس بتاع الحاجات اللي انا اتكلمت، انا مش عايز اكرر كلام فيديو انا كنت عامله قبل كده. انت لازم تكون شخص مناسب ان هو يكون مدير مشروع. بس انا مش عايز اطول في الحته دي، انا بس هجاوب على السؤال. ان انت لو عايز حضرتك تعمل كارير شيفت على اداره المشروعات، المطلوب من حضرتك اداره المشروعات في الاخر هي منهجيه، هي شويه بيست براكتس، يعني حاجات منهجيات انت حضرتك بتطبقها، نظام، طريقه في النظام علشان حضرتك تقدر تدير المشروع بطريقه كويسه. فانا مش عايز حضرتك تطول قوي في الجزء النظري. يعني انا انصحك ان انت تقرا البيم بوك اللي هو شهاده البي ام بي، اقراها، اقرا الكلام اللي فيها وده كفايه. ما تقراش كتب كتير في اداره المشروعات، لان انت مش هتلاقيهم كتير بيختلفوا عن بعض كتير. انا عايز حضرتك تركز شويه على الجزء العملي. خد بي ام بي، ما تقراش كتب كتير في اداره المشروعات، مش هتنفعك قوي. تمام. وابدا. وبرده من ضمن الحاجات اللي انا انصحك، لان انت الجزء التعاقدي مهم جدا في الشغلانه بتاعت حضرتك كمدير مشروع. حاول تدور على اي حاجه فيدك، اي كتاب فيدك، اقراه واعرف. اقراه، حتى هتلاقي فيه كتب فيدك مترجمه. تمام. اقرا كتاب الفيدك عشان يفيدك في الجزء التعاقدي وبس، ما تقراش تاني في الحته دي. ما تتعمقش قوي في الحته بتاعه البلاننج. تمام. حته البلاننج ليها ناسها، انت في الاخر مش هتشتغل بلانر. البلانر ليهم وظيفه تانية، وليهم مسار وظيفي تاني، وليهم كتب ومنهجيات اكتر. فانت ما تهلكش نفسك قوي ان انت تقرا في الجزء بتاع البلاننج وتاخد برامافيرا. مهم يعني، كويس، انا عارف برامافيرا تمام، وخدت كذا كورس في البرامافيرا، بس خليني اقول لك البرامافيرا ما فادتنيش كتير قوي. تمام. فانا بس انا بجيب لك من الاخر، يعني البرامافيرا بتفيد الناس اللي هيشتغل بلانر. تمام. فخد البي ام بي، اقرا كتاب فيدك وركز على الجزء العملي. طب حضرتك هتركز على الجزء العملي او هتكتسب الجزء العملي ازاي؟ لازم حضرتك تشتغل بايدك، يعني لازم تشتغل مدير مشروع. طيب هتقول لي ما انا لازم اقوي نفسي شويه. ما هو هتقوي نفسك بالجزء اللي انا قلت لك عليه الاولاني دوت. هي دي البدايه. تمام. وانت حضرتك مش هتكتسب خبرات اداره المشروعات الا ما تشتغل مدير مشروع، هي دي، ملهاش غير كده. الجانب العملي او الناس اللي بتتكلم على اداره المشروعات في كورسات، في فيديوهات، في تريننج فيها جزء عملي اكتر اداره مشروعات، انا اقول لك ما تدورش كتير، مش هتلاقي. ما تحاولش تاخد كورسات في اداره مشروعات، يعني مع احترامي كل الناس يعني. تمام. هتلاقي الجزء النظري الجزء النظري هو الغالب على الكورسات وعلى التريننج ديت. الجزء العملي معلش، انا مش بعمل دعايه لنفسي، مش بشكر في نفسي وبقول للناس اتفرجوا عليا، لا، بس انا دايما فيديوهات اللي انا بتكلم عنها في اداره المشروعات انا بتكلم من منطلق عملي بحت، بتكلم من خبرات عمليه بحته، ما بحاولش ان انا اتكلم من جانب نظري. هنصح حضراتكم او اي حد، حتى لو انت شغال في اداره المشروعات، تتفرج على السلسله اللي انا كنت عاملها مع المهندس احمد رشاد، اللي هي اسمها بروجكت مانجمنت فلايت جيرني، رحله طيران في اداره المشروعات، موجوده على اليوتيوب. حوالي 25 فيديو او 26 فيديو كنا بنتكلم عن اداره المشروعات بشكل عملي بحت، بعيد عن النظري. وانا اكاد اجزم ان السلسله اللي احنا عملناها انا ومهندس احمد مش موجود زيها على اليوتيوب. الجزء العملي هو الاكتر. فانا انصحك ما تقعدش كتير في الجانب النظري. خد الجانب النظري سريعا، اقراه، افهم المنهجيه، افهم اللايف سايكل بتاع المشروع ومراحل المشروع والكلام ده. اقرا كتاب
فيدك، وابدا اتفرج على فيديوهات سلسله اداره المشروعات، هتستفيد منها جدا. انا قلت عليها يعني، بس ما تقعدش في الجانب النظري كتير. السلام عليكم.